في واحد جاب لي سؤال. الحقيقة لما قريت السؤال قعدت 10 دقايق أفكر فيه. بيقول لي سؤال ومعرفتش أجاوب عليه. هل يمكن أن يكون الابن أكبر من أبيه ب2 سنين؟ وبعدين قال لي في سفر أخبار الأيام التانية إصحاح 21 عدد 20 يقول عن يهورام الملك: كان ابن 32 سنة حين ملك، وملك 3 سنين في أورشليم، 8 سنين في أورشليم، وذهب غير مأسوف عليه. وبعدين بيقول لي احسب معي حضرتك 32 و8 سنين، يبقى مدة الحكم بتاعته كانت 40 سنة. يعني يهورام لما مات كان سنه 40 سنة. ويقول نفس السفر في اصحاح 22 عدد 1 إن سكان أورشليم ملكوا ابنه الأصغر أغزية مكانه. ويقول في العدد الثاني إن أغزية حينما تولى الملك كان سنه 42 سنة. الأب حين مات كان سنه 40، والابن كان عمره 42 حينما مات الأب يهورام، فكيف يكون الابن أكبر من أبيه ب2 سنين؟ وبعت لي يقول لي أريد إجابة واضحة ومباشرة من فضلك. السؤال ده خلاني أسرح. تفتكر أسرح في إيه؟ مش في السؤال نفسه، في إن البشرية عشان قلبها نجيس، من يعلم قلب الإنسان وهو نجيس، ومش عارف يسلك في طريق القداسة اللي بيطالب بيه كتاب الله. فأمنية قلب الإنسان إن يطلع أخطاء في الكتاب المقدس عشان يقولك إذا كان الكتاب المقدس فيه غلط يبقى ليه أنا أتحاسب على الغلط بتاعي. وده فكر البشر، مع العلم إن الكتاب المقدس اللي كتبه وإن كان أشخاص لكن مسوقين من الروح القدس. صاحب السؤال بيتكلم بفكر، لكن لو أرى الإصحاح بكل تدقيق إن يهوشافاط اللي هو يعتبر أبو يهورام كان من الملوك الأتقياء، والملوك الأتقياء في العهد القديم كانوا 4. أولهم داوود، وحزقية 2، ويوشيا 3، ويهوشافاط 4. ال4 دول كانوا بيحبوا ربنا. أكبرهم داوود وأعظمهم داوود طبعا، بيحبوا ربنا. يهوشافاط ليه أخطاء وداوود ليه أخطاء وكلهم ليه أخطاء، لكن أحسن الموجودين. يهوشافاط لما جه يموت كان عنده 7 أولاد، أعطاهم عطايا. يعني عطايا يعني إدى كل واحد قرشين يقدر يعيش بيهم، يقدر رأس مال يقدر يكون منه تجارته ولا حاجته ولا زراعته، ومشاهم وادى الملك لابنه يهورام. يهورام ابنه لما ملك كان سنه 32 سنة، وملك طبعا بعد ما مات يهوشافاط. أول ما ملك أول عمله يهورام راح لإخواته ال7 قتلهم، عشان ما حدش يفكر في يوم من الأيام إن يجي وياخد منه الكرسي. ودي أول غلطة عملها. وبعد كده ابتدى يغيظ ربنا، وابتدى يرجع العبادة بتاعت البعل وغيره 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 وغيره. ربنا بعت له رسالة على لسان إيليا النبي، وقال له إن الرب هيبدد عنك مملكتك وهيذلك وهتاخد مليك وأولادك وكل مليك يروحوا، وإنت هيجيلك مرض وهتموت بالمرض. وفعلا يهورام جاله مرض. في نفس الوقت الفلسطينيين اتحدوا مع العرب وفتحوا أورشليم. أظن حضرتك ما قريتهاش في نفس الإصحاح. ارجع للإصحاح وقراها. كلمة فتحوا أورشليم مش يعني هجموا عليها، لا، امتلكوها.
يعني استعمروها، يعني بقت أورشليم مستعمرة فلسطينية. وأنتم تعلمون أن الفلسطينيين واليهود من وهم ببطن أمهم أعداء. لما رفقة راحت تسأل ربنا قال لها في بطنك أمتان أو شعبان يخرجان منك، وبيتخانقوا مع بعض. وإلى يومنا هذا لا الفلسطينيين يطيقوا الإسرائيليين ولا الإسرائيليين يطيقوا الفلسطينيين، مع إنهم توأم الاثنين. فلما جه أول تاريخ إن فلسطين تمتلك أورشليم في عهد هذا الرجل، عشان كده لما مات يقول لك مات غير مأسوف عليه، مات غير مأسوف عليه. الفلسطينيين لما ملكوا مش ملكوا لما مات مشيوا، لا ده قعدوا زي ما بيقول سفر ياشر، كلمة ياشر يعني الأغاني الشعبية اللي تخص الحروب، قعدوا 28 سنة مسيطرين على أورشليم. وكل ما اليهود يحاولوا يطردوهم يموت واحد من أولاده، يموت واحد من أولاده. بعد 28 سنة طردوهم وملكوا ابنه أغزية. تعال بقى احسب معاي، هو ملك 32 سنة ومدة ملكه 8 سنين، 8 سنين و32 40 و28 سنة كانوا مستعمرين. في آخر ال 28 سنة ملك أغزية ابنه. فين المشكلة يا حبيبي؟ انت افتكرت ان يموت في نفس اليوم، تاني يوم يملك فلان، في تاني يوم يملك فلان؟ لا ده اللي حصل. وليك قالوا غير مأسوف عليه، لأن أول مرة في زمن هذا الملك الفلسطينيين يسيطروا على أورشليم. حط خط تحت كلمة افتتحوا أورشليم، وخدوا كل الأملاك بتاعتها وسيطروا عليها، فرضوا عليها الضرائب وكله. وطبعا اليهود مش قابلين فبيحاولوا. خدت مدة سنين، زي بالضبط بريطانيا لما احتلت مصر من سنة 1882 لغاية سنة 1952، وهي مسيطرة على المصريين لغاية ما قامت الثورة وطردتهم، وكان الجلاء بتاعهم. ما كانش ممكن ان اليهود يقيموا ملك ويمسحوه والفلسطينيين مسيطرين على المملكة بالكامل.